كمان المصري القديم احنا عندنا القوة الناعمة بتاعت المصري القديم ايه؟ في وجهة نظرك الفن، عشان انت بتحب الفن. لا طبعا. في وجهة نظر انا بقى الادب. الادب لا الادب والادب برضه، والقوة لا الناعمة. بحب الادب برضه انت ده. لانه كل لا، ما أنا هو بكتب. مقروء اذا وجد النص بطل التفسير، صح؟ ايوه صح. وانا من المدرسة دي، مدرسة الدكتور علي رضوان رحمة الله عليه استاذ. طيب المصري القديم عمل ايه؟ المصري القديم بدأ يهتم بالادب بقى. اشتغل على ايه؟ في عندنا راجل طيب اسمه بتاع حطب، كان وزير عايش في الدولة القديمة، وكان بينصح ابناء الملوك ياخد العيال الصغيرة دي يربيها. فقعد ينصحهم يقول له لا تسخر من فقيه، لا تسلب أرملة. الأرملة هنا ما يقصدش الأرملة اللي هي جوزها متوفي، لا، يقصد إيزيس، إيسا، لأن إيسا هي أرملة. حتى لما كان بيتكلم في الأدب المصري القديم كان له مرجع ديني، كان بيشبه دايما الأرملة بالمعبودة إيزيس، ويقول له أنت لو أنت أذيت الأرملة أنت كده أذيت إيزيس، وإيذاء إيزيس ده جناية، معصية، يدخل بها العالم الآخر، لا يحاسب طبعا، يخش عند العمى يتاكل، وطبعا كمان في عالم الدنيا هيتحاسب وهيدخل السجن. يقول له ما تسرقش البائس الفقيه، وقعد ينصح 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 لحد ما جالنا بعديه. احنا بنتكلم هنا عن ايه؟ عن التكافل الاجتماعي في مصر القديمه، وازاي ان كان في كل الاراء. عن الناس تقول لك يا عم انت جبت لنا الفقر، يا عم انت الرساله بتاعتك دي فقري وخلصت فقر دخلت على الالحاد. لا مش كده، احنا بنعالج، احنا جبنا المشكله وعالجها. في عندنا كمان امونيم اوبي او امونيم اوبت، ده حكيم عاش في الدوله الحديثه، بدا يتكلم بقى عن ازاي انك يا ابني، بيكلم ابنه طبعا، ازاي انك يا ابني تتعامل كويس مع الفقراء والمساكين، تديهم حقهم، ما تظلمهمش. لو انت كنت رئيس في العمل ما تظلمش حد، لما تدخل البيت عند حد تغض بصرك عنه، ما تبصش على اللي في البيت عنده. اول علاج للتنمر، اول ناس اتكلمت عن التنمر في العالم القديم كان المصري القديم، ان هو كان بيمنع السخريه، دايما يحث على منع السخريه. عندنا كمان نفرتي. نفرتي ده انا هقوله باختصار دلوقتي لان في فقره الالحاد هنركز عليه. نفرتي الجميل، نفرتي اصل نفرت يعني الجميله، هي نفر اسم وصفه بمعنى جميل. نفرت الجميله. وعندنا طبعا راح حطب وزوجته نفرت في المتحف المصري. عندنا بقى نفرتي دي اولد بيرفكتيف، حال، بصف بقى الصفه نفسها، بحولها من صفه الى حال. نفرتي او نفر رحوه يعني الجميل قوي، او نفر رحوه ده اسمه. الراجل ده كان كاهن في تل بسطة، عاش ايام حكم الملك ابن محات الاول. ابن محات الاول وقتها كان دولة وسطى، في بداية الاسرة ال12. هي القصة اللي انا هحكيها دي قصة خرافية، يعني هو اللي خلقها مين؟ مش نفرتي، ابن محات الاول. ايوه. قال ايه بقى نفرتي؟ قال هيحصل هلك في النسل والحرث في نهاية حكم الملك. تخيل الملك مين؟ خلي بالك هو هيلغي حوالي 170 سنة. لا، سنفرو ابوه. بعد سنفرو في الاسره الرابعه الشعب المصري هيموت، ومش هتلاقوا تاكلوا، وهتلاقوا ان افراس النهر بتاكل البني ادمين، وهتشوفوا مجاعات، لحد ما امون المعبود امون هيرسل لنا الملك امون امحاط ابن محات. ليه؟ لان امون ده اصلا او ابن محات هو كان وزير اسمه اميني، وزير عادي، عاش ايام حكم الملك منتحتب الرابع. منتحتب كان بيعبد العجل، وكان عايش في منطقه طيبه. امون اخذ 10,000 جندي. طيب واحده. دلوقتي ثانيه واحده، دلوقتي انت بتتكلم على سنفرو اللي هو ابو خوفو، تمام، صح؟ واحنا عارفين ان بعد خوفو لا كان في عصر كويس وقوه وعظمه، لكن ابن محات بيلغيها لهدف سياسي. لا جاي يقول، وطبعا لا كان في بقى توثيق ولا كان في فيسبوك ولا في حد عارف حاجه ولا في تاريخ ولا في كتب، فجاء هو بيقول بيقنع الناس بحكمه، بيقول لهم انا امون اختارني، ان في نبوءه، انه هو طبعا ما حدش هيراجع ورايا، الدفاتر دفاترنا بالظبط والورق ورقنا، فهو قال لهم بيقول للناس كاثبات انا الاله اختارني. عارفه هو قال كده ليه؟ لان هو اسمر البشر ومن النوبل ومن عامه الشعب، وامه من اقليم طاستي من النوبل الاقليم الاول، فعمره يعني ابوه مش ملك وامه مش ملكه واجداده مش ملوك، نفس اللعبه اللي مقضى على السلطه. فقام عامل ايه؟ فقال له يا نفرتي اكتب الكلمتين دول، قول لهم ان امون ارسلني كاله، لانه اصلا انقلب عسكريا واطاح بحكم الملك اللي بعده. وجت ازاي؟ ان الملك اللي قبليه اللي هو منتحتب الرابع في نهايه الاسره 11 قال له خد يا اميني، كانش امون ابن محاط، كانش ابن محات، قال له خد ال 10,000 جندي دول واطلع وادي الحمامات في سينا، هات لي شويه حجاره جميله كده عشان نعمل معبد ونبني شويه حاجات وانشاءات للاسره. خد ال 10,000 جندي وايه،
واصبح هو الملك والملك في ذمه الله. فعايز يقنع المصريين ده بايه؟ انقلاب عسكري طبعا. عايز يقنع المصريين بايه؟ بان هو مش منقلب، ده الله هو اللي بعته او الاله اللي بعته. اللي هو امنمحات الاول، اللي هو امنمحات الاول، اللي هو اول اسره 12. تمام. اللي يخصنا في القصه دي ان نفرتي في وسط الكلام ده كله قال ان هيحصل هلك في الناس طول الحرس، الناس مش لاقيه تاكل، الناس ماشيه حافيه عورة في الشوارع، ما عادش حيلتهم حاجه لحد ما الاله هينقذهم. بس هل الاله انقذهم؟ انقذهم، لان في الوقت ده فعلا وصلت الدوله الوسطى لاعلى درجات المجد. صحيح. وفضل يحكم امنمحات وعياله لحد الملكه سوبك نفرو. هو الدوله الوسطى كلها 11 و12 يعني هم طولوا جدا. بس هو يعني هو انقلب بقى في بدايه ال 12 واسس اسره جديده وعمل عاصمه جديده في الليش. يعني الاسره 12 دي قعدت فتره طويله جدا 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 وفتره ازدهار مش فتره ضعيفه. صحيح. لحد ما جه الهكسوس بقى وخلصوا الموضوع ده. فالمغزى هنا في القصه اللي انا بحكيها ان انا ببرز الجانب بتاع الفقر، ان في فقر شديد جدا في الوقت ده، ان هو قال لك انا هقضي على الفقر ده. فتعتبر تعاليم نفرتي هي بمثابه التكافل الاجتماعي في مصر. خليني اوضحها للناس زي ما انا فهمتها. وقتها كان في فقر. لا فهمتها. انا وقت امنمحات هو كان في فقر. بس هو دمج من ايام سنفرو. المفروض كان نتكلم عن الانتقال الاول بس. ما هو عاوز بقى، ما هو خلاص بقى، ما هي ذكاء بقى. هو وقتها كانت الناس مش في حاله. ده لغى خوف وخفرع ومن كوع، لغى كل دول. فهو جاي يقول انا هنغنغكم يعني هعمل لكم وهعمل لكم عاصمه جديده وهعمل لكم دوله جديده. حتى الاله كمان اتغير. يعني غيروا لهم العباده كمان. هنغنغكم بس. فانا جيت ازاي؟ انا امر الهي. فبقى بدل ما يقول بس ان هو اليومين اللي فاتوا دول راح راميها باسطوره كده، راميها ب 500 سنه قبلها. ده من ايام سنفرو هيبقى كل اللي فات ده كان فقر من بعد سنفرو. من بعد سنفرو